مساء الخير. أنا المرشدة السياحية، والنهاردة قصة حياة فنان في دقيقة. وفناننا النهاردة من نوع مختلف، ممثل ومغني جميل من دمنهور، اشتهر علشان شاب أمور. الفنان كريم محمود، الله يرحمه. تاريخ ميلاده 16 مارس 1922. تاريخ وفاته 15 يناير 1995. الله يرحمه ويرحم الجميع. اتولد في دمنهور. بدأ حياته منشد للقرآن الكريم. غنى في حفلات كتيرة جدا وهو صغير، واكتشفوا توجو مزراحي، واشتغل كممثل ومطرب بسيط، وغنى في العديد من الأغاني. وكمان تخرج من معهد الموسيقى العربية عام 1944. ركز في نشاطه الغنائي في الصالات وفي السينما في النصف الثاني من الخمسينات، ولمع في أغانيه زي شط بحر الهوى، سمرة يا سمارة. وكمان قام بالعديد من الرحلات الفنية من سوريا للبنان ومن لبنان لسوريا. غنى في أوبريتات كتير: العشرة الطيبة، وليلة من ألف ليلة، وهدية العمر، وقطر الندى. وكمان خلف عيال كتير، ومن أهم الأفلام اللي عملها نور عيوني، فايق ورايق، نص الليل، عيني بترف، مصرع كليوباترا، سيد درويش، تحيا الرجالة، حلاق بغداد، دستة مناديل. الله يرحمه، كان فنان جميل وترك لنا سيرة طيبة نتكلم بيها عنه. شكرا جدا لسماعكم الفيديو ده، ويا رب يكون عجبك. ولو عجبك متنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناة، لان قصة حياة الفنان لا يمكن تكون في دقيقة. وعشان كده استنينا في قصص حياة الفنانين اللي جاية. يا ترى هنتكلم عن مين؟ سلام عليكم.